السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم محشي خس. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم فعلا حكاية. يلا بينا نشوف هنعمل محشي الخس القمر بتاعنا ده ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انا معايا ورق خاص انا غسلاه كويس قوي. لازم تغسليه كويس قوي لان بيبقى لازق على الورق كده ايه طينه او تراب، اللي هو ايه الخاص البلدي بتاعنا ده. هنبدا بقى ايه نسلق ورق الخس. حطيت حله على النار، حطيت فيها ميه لحد ما غلت. هنزل بقى ايه بالورق. اول ما احطه على طول هروح ايه شايلاه في المصفى. مش هطول عين كده عشان ايه ما يتهريش مننا. اول ما نحط الورق في الميه هنروح ايه شايلينه على طول، لان طبعا ورق الخس ما بيستحملش. هشيله كده على طول. هعمل بقى ايه باقي الكميه كلها بالشكل ده. هنبدا بقى ايه نعمل تسبيكه المحشي. انا جبت حله حطيتها على النار، هحط فيها ايه مقدار حبه زيت وزبده، يجي حوالي مقدار معلقه كبيره من الزبده او السمنه، او لو حابه تعمليها تعملي الخلطه بزيت بس او سمنه بس، طبعا ايه حسب ايه ما انت حابه. هضيف عصير الطماطم، هضيف الملح، طبعا الملح لحد ما ايه التسبيكه تتظبط معانا، وهضيف رشه بسيطه من السكر. انا مش هضيف التوابل دلوقتي خالص الا لما الطماطم تتسبك معانا. هسيبها بقى كده على النار لحد ما تتسبك، وبعد كده ان شاء الله نشوف الخطوه اللي جايه مع بعض ايه. كده خلاص الطماطم اتسبكت معانا. طبعا لازم صلصه المحشي تكون متسبكه قوي. هطفي بقى ايه عليها النار وهضيف التوابل. هضيف معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره من الكمون، ومعلقه صغيره من النعناع المطحون. طبعا مش هنزود عن التوابل دي، بصراحه التوابل دي كفايه قوي في المحشي، بتخلي فعلا المحشي في منتهى الجمال. هضيف البصل. البصل ده انا فرماه في كبة الخلاط. طبعا ايه مش عايزاه فرم قوي، يعني ايه نص فرمه كده، او ممكن طبعا تقطعيه على ايدك تقطيع صغير. وهضيف بقدونس وكزبره وشبت من كل نوع حزمه. وهضيف الرز. طبعا انا غسلاه كويس ومصفياه من الميه. طبعا ده رز ايه بلدي او رز مصري. هنقلب كده ايه كل المكونات كلها مع بعض. طبعا انا طافيه النار. نقلبه بقى كده ايه كله مع بعض. الخلطه ريحتها طالعه في منتهى الجمال.
كده خلاص الخلطة جاهزت معانا. يلا بينا نلف الورق. هنبدأ بقى ايه نلف الورق بتاعنا. طبعا الحلة يعني سبكت فيها الخلطة، هنحشي فيها. عملت لها أرضية كده. دي معايا برتقانية مقطعها شرايح بالشكل ده، و3 فصوص من الثوم، وطماطم انا مقطعها شرايح، وبصل شرايح، وفلفل. ده فلفل ايه حامي. بصراحة البرتقانية اللي انا حطيتها هتخلي المحشي الخاص بتاعنا تحفة. هنبدأ بقى ايه نلفه. انا كده ايه معايا ورقة خاص، هحط بس ايه حبة رز كده بسيطة، وهبدأ بقى ايه الفه بالشكل ده. هعمل معاكم كمان صباع. اهم حاجة بس ايه ما نكترش الرز في الورق عشان ما يبقاش الصباع معانا مليان. هنعمل كمان صباع، حبة ايه رز كده بسيطة في قلب الورقة، وهنلفها بالشكل ده. عشان بس ايه ما طولش عليكم الفيديو، هكمل باقي الكمية وهرجع لكم. كده خلاص انا خلصت لف الكمية كلها. هنبدأ بقى ايه نسويه. نبدأ بقى ايه نسوي المحشي. على الوش كده ايه هضيف كده ايه حبة زيت كده بسيطة عشان بس يديله لمعة. هضيف الشوربة. طبعا الشوربة انا مظبطاها من الملح والتوابل. وهنهزه كده لحد ما الايه الشوربة تنزل تحت خالص. هضيف حبة كمان لحد بس ايه ما يغطي اخر صباع. كده ايه انا مش هضيف شوربة تاني عشان بس يبقى معانا الصباع مش مهري، وفي نفس الوقت يبقى الرز من جوه مفلفل مش معجن. هنحط كده ايه عليه طبق عشان ايه طبعا الصوابع معانا ما تفكش، وفي نفس الوقت برضو ايه يستوي كله مع بعض. في الاول كده هتبقى النار عالية عليه لحد ما يغلي معانا، وبعد ما يغلي معانا هنروح ايه مهديين النار ومغطيينه ونسيبه لحد ما يستوي. ولما يستوي ان شاء الله هنشوفه مع بعض. كده خلاص المحشي استوى معانا اهو، طفيت عليه النار. يلا بقى بينا ايه نقدمه مع بعض في طبق التقديم. هنقدمه بقى ايه في طبق التقديم. بصراحة فعلا تحفة في منتهى الجمال. وبكده خلاص محشي الخاص جاهز معانا وبقى بالشكل ده. بصراحة فعلا تحفة، الطعم والريحة في منتهى الجمال. احلى محشي خاص عملناه مع بعض. جربوه على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله نتقابل مع فيديو جديد.